بقالي فترة الصراحة بلعب لعبة أمنيجيا، وبصراحة مبهور بالعظمة اللي بيقدمها الاستوديو من جرافيكس وقصة وأحداث. أمنيجيا هي واحدة من أشهر سلاسل الألعاب على مر التاريخ، حيث إن كل جزء منها بيحتوي على بطل جديد بقصة جديدة وأحداث مختلفة. لكن مع اختلاف كل العوامل دي، في شيء واحد مشترك بيجمع كل الأجزاء دي، وهي إن كلهم بيتعرضوا لتأثير عالم مختلف تماما عن العالم بتاعنا، عالم بيتخطى كل القواعد الفيزيائية والطبيعية، عالم كامل تخطى استيعاب البشر. وغير تأثير العالم ده على القصة وما فيها، كل أبطال السلسلة دي بيتعرضوا لشيء واحد مشترك، وهو الأمنيجيا أو مرض فقدان الذاكرة. والنهارده هنشرح أحداث أشهر وأهم جزء في السلسلة واللي بيندرج تحت عنوان أمنيجيا ريبرز. أحداث لعبة أمنيجيا ريبرز بتحصل سنة 1937 وتحديدا في الجزائر، قريب من مقبرة الملكة تنهينان الشهيرة. دي نفس المقبرة اللي دانيال زارها مع هيربرت في الجزء الأول من السلسلة، وده اللي بيخلي الجزء ده مرتبط جدا بالجزء الأول من السلسلة. اللعبة بتبدأ مع البطلة الفرنسية تازي اللي كانت في بعثة مع جوزها سليم على متن طيارة في طريقها للجزائر. البعثة دي كان قائدها هانك ميشيل، وكان معاهم فريق كبير جدا كل واحد فيهم ليه دور مهم، مهندسين وخبراء تعدين ودكاترة وعالم جيولوجيا ومرشدين وغيرهم. الرحلة بدأت بشكل طبيعي جدا، والطيارة كاساندرا وصلت للجزائر بسلام، لكن أثناء طيرانهم فوق صحراء الجزائر حصلت اضطرابات هوائية شديدة، وبدأت الطيارة تهتز بعنف، وفجأة النار ولعت في أجزاء كتيرة منها، ووسط حالة الذعر الطيارة وقعت بعنف جوه الصحراء، وتازي فقدت الوعي، ولما فاقت لقت نفسها لوحدها جوه الطيارة ومفيش أي حد من أفراد البعثة معاها. حاولت تفتكر إيه اللي حصل، الناس راحت فين، والأهم من كل ده جوزها سليم فين، لكن الكارثة دي خلتها فقدت الذاكرة تماما. بعد وقت تازي عرفت تخرج من الطيارة وبدأت تدور على أي حد من زمايلها، وفي أثناء بحثها بدأت تسترجع شوية ذكريات، وكمان لقت ملاحظات كان كتبها الناجين اللي بيحاولوا يلاقوا مكان آمن يحتموا فيه. الذكريات والملاحظات عرفوا تازي إن الناجين بعد الحادثة دخلوا جوه كهف معين علشان يحتموا فيه، وفعلا تازي لما وصلت الكهف ده ودخلته كان عندها أمل كبير إنها تلاقي جوزها سليم، لكن للأسف لما لقيت سليم لقيته في وقت متأخر، سليم كان مات. تازي هنا انهارت تماما وقعدت تعيط جنب سليم، وفي اللحظة دي افتكرت انها حامل في بنت، والذكرى دي رجعت لها مشاهد من ماضيها مع سليم والمأساة اللي عاشوها مع بنتهم الأولى أليس اللي ماتت بسبب مرض قاتل وهي عندها 3 سنين بس. موت أليس دمر تازي وسليم، وتازي كانت في حالة انهيار تام، لكن صديقها هانك ميشيل عرض عليها انها تيجي للبعثة دي علشان يشغلها شوية عن حزنها، وفعلا تازي وافقت. لكن قبل الرحلة دي على طول بشهرين حصلت مفاجأة، تازي اكتشفت انها حامل من جديد. الخبر ده كان المفروض يخليهم يعيدوا التفكير، لكنهم قرروا ان هم يروحوا الرحلة. دلوقتي بعد ما خسرت جوزها كان لازم تنجو، مش عشان نفسها، عشان كمان البنت اللي في بطنها. وهنا تازي ودعت سليم وقررت تكمل طريقها. وتازي بتتحرك جوه الكهف وقعت في حفرة وتعرضت لإصابات شديدة، لكن فجأة حصل حاجة غريبة، إحساس غريب بدأ يسيطر عليها، وحاجات سودة ظهرت على أطراف عينيها، ومشاعر الخوف والقلق سيطرت عليها. لكن بعد لحظات كل الجروح اللي كانت في جسمها اختفت تماما، ومش بس كده، لقت كمان في إيديها جهاز غريب بينور وبيهتز جامد. الجهاز ده هو قلادة المسافر، وبدون أي تفسير فتح بوابة قدام تازي، وهي ما كانش عندها اي اختيار تاني غير انها تدخل البوابة. ولما دخلت لقت نفسها في عالم غريب ومظلم ومليان بالخراب والجثث. تازي وصلت للعالم التاني، واثناء تجول تازي لقت جثة بروفيسور هيربرت اللي كان قائد البعثة بتاعت دانيال في الجزء الاول من السلسلة، واللي كان جنبها ملاحظات هيربرت كتبها علشان يوضح فيها ايه كان مصيره بعد ما انفصل عن دانيال.
هربرت كان بروفيسور كبير من جامعة كامبريدج، وكان هدف بعثته في الجزائر هو زيارة مقبرة الملكة تنهينان، لكنها في الحقيقة دي كانت ضريح للإمبراطورة تيهانا حاكمة العالم الآخر. تيهانا هو اسم حاكمة العالم الآخر، وتنهينان هو اسمها في عالم البشر. أثناء البحث والاستكشاف دانيال لقى الأوضة السرية اللي فيها الكرة الغريبة، واللي زي ما احنا عارفين أول ما حاول يمسكها الكرة اتكسرت. هربرت ساعتها قرر إنه يبعت دانيال لبريطانيا، ودانيال فعلا رجع تاني لبريطانيا ومعاه شظايا الكرة، وساعتها حصلت أحداث الجزء الأول بالسلسلة، وده كان بطله دانيال. أما على الناحية التانية بالنسبة لهربرت كمل بحثه في المقبرة، لكن اللي محدش كان يعرفه أبدا إن هربرت كان على اتصال مع ألكسندر أوف بريننبرغ. ألكسندر قال لهربرت عن العالم التاني كله وعن وجود شقوق بين العالمين اللي بتسمح بالمرور من خلالهم والسفر ما بينهم، وده كان هو السبب الحقيقي اللي خلى هربرت يروح المقبرة عشان يكتشف العالم التاني ويكون أول واحد يوصل ليه، وساعتها اسمه هيتكتب في التاريخ. ألكسندر قال لهربرت إن الطريقة الوحيدة عشان تمر من الشقوق دي هو استخدام جهاز صغير اسمه قلادة المسافر. ده هو الجهاز اللي كان ألكسندر بيحاول يعمل زيه في أحداث الجزء الأول، بس هربرت اكتشف إن الأوضة السرية دي فيها بوابة تانية للعالم الخارجي، بس البوابة دي مش هتتفتح غير باستخدام الكرة. ولحسن حظه هربرت فعلا لقى كرة تانية في المقبرة غير الكرة اللي لقاها دانيال، ولسوء حظه كمان ان اول ما اخذ الكرة دي وحاول يستخدمها الظل الاسود حارس الكرة بدأ يجري وراه ويطارده هو واعضاء البعثة. اعضاء البعثة بدأوا يموتوا واحد ورا التاني بطرق وحشية، وده خلى هربرت انه يضطر انه يستخدم الكرة عشان يفتح بوابة للعالم التاني عشان يهرب بيها من شر الظل. لكن للاسف جوه العالم التاني الظل قدر انه يمسك هربرت، وبدل ما يقتله اخذ منه الكرة وسابه جوه العالم التاني لوحده. هربرت ساعتها استسلم للامر الواقع وجسمه انهار من الجوع والعطش، وساعتها مات لوحده في العالم التاني. اثناء تجول تازي في العالم الاخر بدأت تلم معلومات عن العالم ده، وبعد كتير من البحث وقراءة الاحجار الغريبة اللي بنشوفها اخيرا فهمنا قصة وطبيعة العالم الاخر. العالم ده كان فيه امبراطورية ضخمة تحت حكم ملكة اسمها تيهانا. الملكة دي كانت مريضة وعقيمة، فالعلماء اخترعوا مادة اسمها الفيتاي. المادة دي مستخلصة من تعذيب البشر، وده اللي كان بيحافظ على حياة الملكة. وعلشان يقدروا يصنعوا المادة اللي تخلي الملكة تعيش للأبد استخدموا الكور الكريستالية وفتحوا بيها بوابة للعالم البشر، وخطفوا ناس من هناك علشان يعذبوهم. الدكاترة اللي كان بيقودهم واحد اسمه تيماكو بدأ يستخرج مادة الفيتاي، واللي اكتشف انها بتطلع من الجسم البشري لما بيتعذب بأبشع الطرق. المادة دي فعلا كانت بتبطئ مرض الملكة، لكنه ما كانش علاج نهائي، يعني لازم يفضلوا يعذبوا ويستخرجوا الفيتاي بشكل مستمر عشان الملكة تفضل عايشة. وساعتها العلماء قرروا ان هم يزودوا الانتاج بطريقة ابشع. العلماء اخترعوا سائل بيحول البشر لوحوش مشوهة وشرسة، ومهمتها انها ترعب باقي الناس عشان الخوف يرفع نسبة الفيتاي في اجسامهم، وساعتها لما التعذيب يحصل المادة تتفرز بشكل اقوى واكثر. الوحوش دي بقت بتظهر للبشر في اماكن مختلفة وتخطفهم، وبدأت الناس تحكي عنهم اساطير مخيفة. في بلادنا كانوا بيسموهم الغيلان. ووسط كل الفوضى دي ظهر ألكسندر أوف بريننبرغ اللي كان جاي من منطقة بعيدة جدا في العالم التاني، وساعتها طلب اللجوء عند الملكة لأنه كان منفي من بلده بسبب محدش يعرفه. ألكسندر كان شاطر جدا في الكيمياء وقدر يكسب ثقة الملكة لما اخترع سائل غريب يخلي أي حد يشربه يفقد الذاكرة، وده كان مفيد جدا عشان المخطوفين ينسوا نفسهم ويتعذبوا من جديد من غير ما يقاوموا. وساعتها الملكة احترمته بسبب ذكائه، لكن محدش كان يتوقعه ان ألكسندر بدأ يحس بمشاعر ناحيتها. وبعد فترة تيهانا اكتشفت ان ألكسندر كان بيعمل بلاوي سودة في مملكته القديمة، وقررت انها بس مش هتنفيه من مملكتها، هتنفيه من العالم كله. وبكده ألكسندر اتنفى للعالم البشري، وده اللي خلاه يقابل هربرت ودانيال ويحصل احداث الجزء الاول من السلسلة. اما بالنسبة للعالم
التاني. فالامبراطورية تيهانا فضلت عايشة على الفيتاي، والناس كانت بتتعذب عشان تحافظ على حياتها. لكن مش كل العلماء والدكاترة كانوا موافقين على اللي بيحصل. بعضهم واهمهم واحد اسمه كيتا بدأ يحس بالذنب على اللي بيحصل، وقرر انه لازم يوقف الجنون ده. العلماء ساعتها درسوا الكور الكريستالية كويس، وعرفوا انها ممكن يستدعوا بيها كيان مرعب اسمه الظل، وده هو حامي الكور دي. والكيان ده بيسيب وراه مادة غريبة بتشبه اللحم اللي بينبض. وساعتها العلماء قرروا ان هم يستخدموا بقايا الظل ده علشان يسمموا الفيتاي، وده يخلي التعذيب يقف والامبراطورة ما تقدرش تعيش عليه. وفعلا العلماء نفذوا الخطة، لكن اللي حصل كان خارج كل التوقعات. طاقة الظل ده كانت كبيرة جدا، ولما دخلت في انابيب الفيتاي حصل انفجار هائل دمر الامبراطورية كلها. الكيان دمر كل حاجة جوه الامبراطورية ومسحها من الوجود. دلوقتي المكان اللي كان زمان اعظم امبراطورية في العالم التاني بقى مجرد مدينة مهجورة مليانة اطلال الماضي ورعبه اللي لسه باقي. تازي كان لازم تلف العالم ده عشان تلاقي طريقة ترجع بيها للعالم البشري، وبعد بحث طويل عرفت انها تفتح بوابة باستخدام قلادة المسافر، واستخدمتها عشان ترجع بيها لصحراء الجزائر. ولكنها اول ما خرجت من البوابة حست بجسمها تقيل بطريقة غريبة، ولما بصت على بطنها اكتشفت انها كبرت بشكل ملحوظ. تازي استغربت وسألت نفسها ازاي ده حصل، انا لسه المفروض حامل في الشهر التاني. واضح ان الزمن جوه البوابات دي بيعدي بشكل مختلف، يعني هي حست انها عدت في ثواني لكن جسمها كأنه عدى عليه شهور. تازي شافت حصن قدامها، ولما دخلته سمعت صوت طالع من الراديو اللي جوه، ولما وصلت للراديو اكتشفت ان اللي بيتكلم هو الدكتور اول ما سمع صوت تازي اتصدم، وواضح كمان عليه الدهشة، لكنه بسرعة استوعب الموقف وقال لها على مكانه وطلب منها تيجي في اسرع وقت ممكن. ومن غير اي تردد تازي بدأت رحلتها في الصحراء علشان توصل للدكتور. وطوال اللعبة كانت بتحاول تفتح طريقها وسط الرملة والمخاطر، لكن للأسف الرحلة ما كانتش سهلة اطلاقا، لانها فضلت تتنقل ما بين العالمين، بتحاول تهرب من الغيلان اللي بيطاردوها في عالمنا ومن الوحوش والافخاخ اللي بتواجهها في العالم التاني. وفي كل مكان كانت تازي بتروح له كانت بتشوف الملكة تيهانا قدامها، وكأنها بترشدها وبتوريها الطريق، وكانت بتظهر لها في اللحظات الحرجة وكأنها دليل ليها وسط الظلام. لحد ما في مرة تازي اتحبست في العالم الآخر ومبقاش عندها أي طريقة للرجوع. الحل الوحيد إنها تلاقي الكور الكريستالية وتستخدمها عشان تفتح بيها بوابة للعالم الآخر. وبعد بحث طويل تازي أخيرا لقت كورة من الكور الكريستالية، لكن للأسف فرحتها ما طولتش، لأنها مجرد ما استخدمتها عشان تفتح البوابة الظل ظهر فجأة وبخفة وسرعة، أخذ منها الكورة وسابها لوحدها في العالم الآخر محبوسة من غير أي وسيلة للعودة. وهنا بيجي السؤال بيطرح نفسه، وهو الظل ليه ما قتلش تازي؟ واضح كده على مدار الثلاث أجزاء اللي احنا شرحناهم إن تصرفات الظل دي مع أصحاب الكورة بيدل إنه بيتصرف بمزاجه. أوقات بيطارد الشخص ويقتله زي ما حصل مع أعضاء بعثة هيربرت والناس اللي كان بيزورهم دانيال في الجزء الأول. أوقات تانية بيرجع كورة من الشخص لكنه بيسيبه على قيد الحياة زي ما عمل مع أجربة وبروفيسور هيربرت، وزي ما حصل مع تازي نفسها دلوقتي. وفي أوقات تالتة بيتجاهل الشخص تماما زي ما حصل مع اوزوال ماندس بطل الجزء الثاني، واللي هو يعتبر الوحيد اللي ما تعرضش للظل في حياته. لحد دلوقتي محدش فاهم بالظبط على اي اساس الوحش ده بيتصرف. وبعد ما تازي نكب من مواجهتها مع الظل دلوقتي هي لسه محبوسه في العالم الثاني ومش عارفه ترجع، فاضطرت انها تلف وتدور على طريقه للخروج. وهي بتدور لقت جثه من واحد من المخربين اللي كانوا بيحاولوا يقتلوا الملكه تيهانا عشان يوقفوا عذاب الناس. وجنب الجثه دي كان في ازازه فيها السائل الغامض اللي بيسيبه الظل وراه. تازي خدت الازازه منه وفضلت تدور على اي مخرج لحد ما لقت شق صغير في الحيطه، وساعتها استعملت قياده المسافر عشان تفتح بيه بوابه وتعدي منه للناحيه الثانيه. لكن اول ما خرجت حست ان جسمها بيتقل وبطنها كبرت قوي فجاه، وخلاص تازي كانت هتولد.
لحسن حظها انها وصلت للقرية اللي فيها الدكتور واللي اهتم بيها وساعدها في الولادة. بنتها اخيرا وصلت للدنيا، وساعتها تازي سمتها اماري. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الفرحة ما كملتش، لان فجأة الدكتور خطف اماري واخد القلادة من ايد تازي وفتح بيها بوابة للعالم الاخر وهرب. تازي هنا ما فكرتش للحظة واحدة وجريت وراه ودخلت العالم التاني وراه، وهناك لقت الدكتور واقف قدام الملكة تيهانا حاطط قدامها اماري. وهنا الحقيقة اتكشفت. الدكتور كان ناوي يسلم الطفلة للملكة مقابل انه يحمي نفسه من تحوله للغول. وفجأة هنا تازي بدأت تحس بإحساس غريب. الأطراف السوداء اللي كنا بنشوفها في عيونها بدأت تنتشر في جسمها بشكل أكثر وأقوى، وبسرعة كل عيونها بقت باللون الأسود. تازي اتحولت للغول، وفي نوبة غضب عنيفة هجمت على الدكتور ومسكت راسه وقعدت تضرب فيها بكل قوتها لحد ما الدكتور مات. وهنا تيهانا بدأت تتكلم وكشفت الحقيقة الكاملة لتازي. بعد ما الطيارة وقعت في صحراء الجزائر، الملكة تيهانا اكتشفت ان تازي حامل، وبما ان الملكة ما تقدرش تخلف قررت انها تستغل الفرصة وظهرت للكرو بتاع الطيارة على هيئة كائن غامض، وعرضت عليهم انها تنقذهم كلهم، بس في مقابل ده هتاخد الطفلة اللي في بطن تازي. تازي رفضت تماما، ولكن تيهانا ما استسلمتش. قررت انها تضحك على كرو الطياره واديتهم سائل غريب وقالت لهم ان السائل ده هيشفيهم وهيقويهم. وفعلا الكرو شرب السائل ده وكل جروحهم اتعالجت فورا، لكن اللي هم ما كانوش يعرفوه ان السائل ده هو اللي بيحول البشر للغيلان. وبمجرد ما شربوه بدأوا هم يتحولوا كلهم لغيلان واحد ورا التاني وبقوا عبيد عند تيهانا. وهنا كانت الصدمه. كل الغيلان اللي كانوا بيهجموا على تازي طوال رحلتهم كانوا هم زمايلها في الطياره بعد ما تحولوا. اما بالنسبه لتازي فبدأت انها تتحول تدريجيا، وكل الاعراض اللي كانت بتحس بيها دي ما كانتش اعراض الحمل، بل دي كانت اعراض التحول. تيهانا كانت بتلعب بيها طول الوقت، هي اللي ادتها قلادة المسافر وهي اللي كانت بتوجهها عشان تفضل تحافظ على الجنين اللي في بطنها لحد ما يتولد، بعد كده تاخده منها. وهنا تازي سألت نفسها طب ليه؟ واضح كده ان الدكاترة والعلماء اللي كانوا بيشتغلوا عند تيهانا ما كانوش فاهمينها صح. تيهانا ما كانش هدفها انها تكون عندها وريث، بل كان هدفها انها عايزة تبقى واماري كانت هي فرصتها الوحيدة. بعد ما تازي قتلت الدكتور، تيهانا قالت لها ان اماري مريضة بنفس المرض اللي قتل اختها اليس، ولو خدتيها معاكي هتموت وهي لسه صغيرة. الحل الوحيد انها تعيش في العالم ده وتفضل تتغذى على الفيتا علشان تفضل عايشة للأبد. في اللحظة دي تازي افتكرت السائل اللي لقيته جنب جثة المخرب، ومن غير أي تردد حقرب مواسير الفيتاي بالسائل ده، وفجأة الظل انتشر في المكان وبدأ يلتهم تيهانا. والتازي بسرعة أخدت أماري وفتحت بوابة للعالم البشر وخرجت منه للعالم بتاعنا. وفي النهاية الإمبراطورة تيهانا ماتت وتعذيبها للناس انتهى للأبد، وتازي وأماري رجعوا أخيرا لباريس. لكن المشكلة هنا أن تازي كانت لسه بتتحول للغول، وأماري كان ممكن تموت بسبب مرضها، ولكن على الأقل خرجوا من كابوس العالم الآخر ولسه في أمل. دي تعتبر كانت النهاية السعيدة، لكن دي ما كانتش النهاية الوحيدة، في نهايتين تانيين للعبة. النهاية المحايدة هي ان تازي بتهرب بأماري لكنها بتسيب تيهانا على قيد الحياة، وده يعني انها هتكمل في تعذيب الأبرياء علشان تتغذى على الفيتاي. وأسوأ نهاية فيهم هي ان تازي بتسيب أماري مع تيهانا، وبدل ما تنقذ بنتها بتتحول هي نفسها للغول وتفضل خادمة عند الملكة تيهانا للأبد. وبس، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ودي كانت قصة أمنيجيا ريبورس. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم فيديوهات جديدة أول بأول. وشكرا جدا ليكم، وبعتذر على الانقطاع، وعيد سعيد عليكم.